تأخذهم الغيرة على ماما عائشة، وما تأخذهم الغيرة على رسول الله الذي هو بنص القرآن الحكيم أولى بهم من أنفسهم إن كانوا مؤمنين. إذا كان هؤلاء مؤمنون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا يظهر من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. شوفوا أنا لماذا الآن أنا لماذا قمت باحتفال بيوم هلاك عائشة، ولماذا جئت وأسقطت وحاولت أو سقطت عائشة في ذلك اليوم، ولماذا أحاول كل هذا؟ لماذا مهم عندي أنه عائشة تسقط عن الاعتبار، لا تبقى سيدة في هذا العالم؟ ما هو السبب؟ ألا سألوا أنفسهم؟ ما هو الدافع؟ الدافع هو أن الغيرة تأخذني على رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا بدافع الغيرة على رسول الله أطعن في عائشة وأسقطها، لأن المرأة التي تتهم رسول الله بأنه مسحور وتضاهي قول المشركين الظالمين إن تتبعوا، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذه المرأة طعنت في النبوة في نبي الله صلى الله عليه وآله. لا يمكن لي أن أسكت. المرأة التي طعنت وشوهت سيرة رسول الله بكثير من الافتراءات والأباطيل، هذه المرأة لا يمكن لي أن أحترمها. كيف إذا ثبت لدي أن هذه المرأة قتلت رسول الله؟ يا عالم، أي منطق هذا؟ تريدونني أن أسكت عن المجرمة التي قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ على أقل تقدير، حتى وإن لم تعتقد أنت البكري، حتى وإن لم تعتقد بأن عائشة قتلت رسول الله، وأن عائشة تقصدت إهانة رسول الله، وأن عائشة طعنت في رسول الله وفتحت باب الشك والارتداد والطعن في نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، حتى وإن لم تعتقد بهذه الأمور، لكن على أقل تقدير تقدر موقفنا، تقول هؤلاء مخطئون غفر الله لهم. خلاص، يتصورون هم يتصورون أنه عائشة فعلت كذا وكذا، ولذلك عادوها غيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهم على أقل تقدير بهذا المعيار، بهذا الاعتبار، معذورون، مجتهدون، اجتهدوا فأخطأوا. اجتهد هذا الإنسان ياسر الحبيب وتوصل إلى قناعة بناء على الأدلة من كتب الفريقين أنه هذه المرأة كانت عدوة لله، عدوة لرسول الله، وكانت من ألد أعداء رسول الله. فبدافع الغيرة، هو نيته نية حسنة، دافعه دافع طيب، يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك يطعن في زوجته، كما أن جميع المسلمين يريدون أن يدافعوا عن النبي نوح والنبي لوط عليهما السلام، فيطعنون في زوجتيهما ويذكرون في التفاسير مساوئهما وفواحشهما وما فعل. لا يمكن لنا أن نتهم مثلا الطبري الذي يروي عن زوجة نوح وزوجة لوط ماذا فعلتا، لا يمكن لنا أن نتهمه بأنه يطعن في عرض النبيين، حتى لو افترضنا جدلا أنه ما ينقله كان كاذبا عن هاتين المرأتين، لكن نعلم بأن دافعه كان دافعا صحيحا، دافعا شرعيا، غيرة على النبيين، روى هذه الروايات، ذكر هذه الحقائق. كذلك الأمر بالنسبة إلينا، يجب عليكم أن تقدروا يا أهل الخلاف، إنما نهتم بدفع الأباطيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتنزيه ساحته مما ألصقته عائشة به. هذا الذي نريده، نريد أن ننزه رسول الله صلى الله عليه وآله عن تلك الأباطيل، عن تلك الأكاذيب. نريد أن ننفي أمام الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله سحر، بحيث يكون ذلك سببا، إذا سلمنا به أنه سحر والعياذ بالله، يكون سببا لأن يتخذه المعادون للإسلام في الطعن في هذا النبي، لأن الشيطان، السحر ما دام من الشيطان، فإذا ها هنا يكون هذا الرسول كما بينا في تلك الكلمة يكون خاضعا تحت التأثيرات الشيطانية، وهذا مناقض للنبوة
لا يجعل لأحد يقينا في أن هذا نبي حقيقي.